الديربي بيبدأ بدري قوي والحراق مؤمن زكريا بيفتح اللقاء ويسجل الأول. انطلاقه ودخل وليد سليمان هلا بالعرضيه، عرضيه هوبا افتتحناها بدري قوي، افتتحناها بدري قوي قوي. بعد عرضية حلوة من وليد سليمان بيستغلها مؤمن زكريا وبيسجل أولى الأهداف، والمباراة شكلها كده نارية من البداية. يخش بعدها حازم إمام وياخد ركلة جزاء وبيقف لها باسم مرسي ولكن بيضيعها، والشناوي يتألق في الثانية كمان، والمباراة بقت أسطورية بين الفريقين، شناوي هنا وشناوي هناك، وأحمد الشناوي بيرد وبيشيل تسديدة من وليد سليمان وتألق كبير من الحارسين. بعدها علولو يدخل بالعقل وبياخد ركلة جزاء وبيدخل لها عبد الله السعيد وبيسجل الثاني. ادي بصتك، ايوه، وادي نفختك، وادي لحيتك، ادي انت كلك نورك وضلك، ادي انت كلك نورك وضلك، وايه وحطيتك يا خراب. وبتروح النتيجة 2-1 في شوط أول ناري، والأهلي مقدم ماتش عظمة على عظمة، علشان نشوف بعدها غلطة عبيطة من أحمد الشناوي ولكن ما يستغلهاش وليد أزارو وبيضيع التالت على النادي الأهلي. هجمات الأهلي شغالة من هنا وهناك، وتسديدة تانية من مؤمن زكريا وبتخبط في الشبكة الخارجية، والأهلي هو الأخطر لحد دلوقتي. بصراحة مؤمن زكريا كان حاجة تانية خالص مع النادي الأهلي، أكيد لازم تدعوا له في الكومنتات بإن ربنا يشفيه. أزارو اتعلم من الخطأ بتاعه وفي التانية ما يهزرش. وخطيرة والهدف، وليد أزارو والهدف، يا نهار أبيض، بالتلاتة يا حبيبي، بالتلاتة. وبيروح يسجل التالت في مرمى الزمالك علشان النتيجة تبقى 3-0 للأهلي في ماتش تاريخي الأهلي عمله، وبنلاقي بعدها الحكم بيصفر وبيعلن فوز النادي الأهلي. فلايك بقى وصلي على حبيبك، ولو عاوزنا نكتر في مباراة الأهلي والزمالك يبقى اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تدعي لمؤمن زكريا.